السلام عليكم في قناتكم عالم فاطمه التصيلي. اليوم راني جيت وجبت لكم معايا واحده الوصفه راها دايره حاله في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي حاله الحطب. اليوم جيت بواحد الطريقه سهله جدا جدا وحوايجها كامل متوفرين عندنا في البيت. بسم الله. اول حاجه راح نبداو بها هي جبت الكاطو، رحيته اي نوع من الكاطو، ولكن انا يعني للامانه استعملت هذا الكول تاعو مليح والكاطو تاعو جاي شغل محمر مليح يعجبني. عندنا كاس تاع كاطو وهذا كاس تاع كاوكاو وكاس نتاع حليب غبره. كنت قليته شويه حتى دا هذا اللون وبعد غربلوه هي البنات باش ما يجيكمش فيه هذوك الكويرات وهذاك الحليب اللي شغل يجي واحد الكعابر كيما هكا. وعندي الحليب حسب واش يحتاج الاخر لهذه الوصفه. وعندنا زبده. اول حاجه راح نديروها راح نحطو بسم الله، راح نحطو الكاس تاع الحليب غبره، راح نحطو الكاوكاو اللي ما يحبش الكاوكاو يبدلو بمكسرات وحدين اخرين، اللي ما يكونش مكسرات تاني ما يديرش المكسرات، ماهيش حاجه ضروريه. راح نديرو مغرف تاع زبده، نخلطو كامل هاد المكونات مع بعض، نبسو هاد المكونات كامل ندسوها مليح حتى يولي هذاك الخليط مرمل. راح بكل سهوله راح يتبسس لينا. الا شفنا الزبده مش كافيه نزيدو له شويه، ولكن نزيدو خير ما نديرو في البدايه ياسر ومن بعد تولي تطلق في هذاك الدسم تاعها. الحلوى هذه او الحاله هذه تقريبا شبيهه بالبنيون الجزائري، يعني سهله وراها دايره الترند. قلت نجي نديرها معاكم. راح ندير شوكولا طارتيني، راح ندير مغرف تاع شوكولا طارتيني ونخلطو كامل هذيك المكونات تاني. كما قلت لكم يا البنات طريقه سهله جدا، ولكن يعني صراحه يعني انا جربتها بالمكونات هذه جو خفاف وبنان. والحليب هذاك اللي نقلوه هذاك اللي كنحمصوه يزيد يجيه يعطيها مذاق رائع، وتجي معتدله في الحلاوه بالمقادير هذه، تجي معتدله ما تجيش حلوه ياسر لانه المكونات اللي فيها كامل السكر تاعهم معتدل. هنا بعد ما بسسناها مليح بسم الله راح ندير الحليب اي حليب ديريه بسم الله نديرو ونخلطو. الحليب ما نقدروش نتحكموا في الكميه كما انا هنا هاني درت يعني المره الاولى نص، دوك نشوف الا نزيد الا ما نزيدش خلاص نكتفي بهذا المقدار تاع الحليب تاع نص كاس تقريبا. ما داليش نص كاس حليب. جات شوفوا كيفاش طريه، راح نديروها على شكل حربوش. شوفوا بقى لي منه حوالي ربع، دركا راح نديروه على شكل حربوش. نغسل يديا ونعاودو نرجعوا للطريقه نكملوها. هنا كنت جبت ورق الطهي، دهنت يديا بشويه نتاع الزيت باش ما يلصقش. ندو كميه نديرو على شكل حربوش ونولو نخدمو فيها. كما قلت لكم يا البنات الطريقه سهله جدا مش راح تدي معنا وقت كبير، وبالمكونات هذه راح تجيكم حلى الحطب
بنة ولا أروع، واقتصادية، مكونات متوفرة في البيت، ما نديروهش عالي ياسر باش يجينا على شكل حطب. راح نخليه يبرد، نكمل انا الاخرين وراح نخليه يبرد، ومن بعدين نشوفوا الخطوه الاخيره اللي باش نديروا له الشوكولا، ونشوفوا الخطوات كيفاش يكون في الاخير. وهنا بعد ما ذوبت الشوكولا بالحليب، ذوبتها على حمام مائي، واش راح ندير؟ كنت حطيتهم في مول، حطيت في بلا باه ما تسيح لنا الشيكولا هذيك. ديروا الشيكولا بالحليب باش تجي قريبه لون الحطب. خلوهم يبردوا كما قلت لكم يا البنات، صدقوني الطريقه هذه ولا اروع، والبنه واو. دركا بقات لنا خطوه تاع بعد ما يبردوا شويه، نشوفوا نديروا لهم هذاك الخطوط هذيك اللي تجي الفوق باش يجينا الشكل على شكل حطبه فعلا. تحليه يعني خفيفه في وقت قياسي، ما تديش معك الوقت ياسر، تقدري تقدميها حتى لضيافك كي يجوك، وبنينه، وحتى المظهر تاعها رائع، يعني عندها مظهر ما شاء الله. راح نخليها تبرد البنات، وبعدين نشوفوها في الخطوه الاخيره اللي راح نديروها لها. خلوها تبرد غير شويه ومن بعد نشوفوها. هنا راح نديروا لها هذيك الخطوط، راح نديروا هذيك الخطوط باش تجينا على شكل حطب. لازم نخلوها تبرد، كما تعرفوا شغل بلايص سخونين في الصحراء، نخلوها تبرد ومن بعدين نشوفوها في صحن التقديم. هادو هما نتوع حلا الحطب. دروكا شوفوا كيفاش نقطعوهم، يبقى التقطيع كل واحد وكيفاش يبغي يقطعهم. انا درتهم بهذا الشكل، كاين اللي يحب يديرهم كبار، كاين اللي يحب يديرهم صغار. راح نشوفوهم درك في صحن تقديم. شوفوا جو روعه ما شاء الله. راح نشوفوهم في صحن التقديم. وهذا هو الشكل النهائي نتاع حلا الحطب. جاء ذوق رائع وشكل رائع. نتمنى تجربوه ان شاء الله وترجعوا لي في التعليقات. سلام.